والله يا أخي نصيبنا مما يسمى بالحداثة يعني على مستوى الكمي والنوعي هو هزيل جدا. يعني حتى اللي يفتخر بمنجز، المنجز في حكم العدم تقريبا. يعني لو نتحاسب على ماذا حدث عدا الأشكال يعني التي نتبادلها استهلاكيا كالموبايل وغيره والأشياء، على مستوى لو نحاسب هذه الدول كما تحاسب الدول بصفة الدول، نجد أنها في أقل من حجم شركة من شركات على مستوى القيمة، وعلى مستوى المنجز، على مستوى البنية الأساسية، على مستوى تكوين الشخصية لأن رأس مال أي بلد هو الذوات، هو الناس. ماذا كونت؟ تناقض فكري رهيب جدا. شرذمة يعني فهمت منها ثقافية لم تبني أمة أو مجتمع ذات طراز معين. على مستوى المدنية التي عادة نفتخر بها، المدنية ونبي تلك الأشكال الملموسة التي تنفع الناس في معاشهم وتقدمهم. يعني نحن في حالة استهلاك. يعني الدول الأخرى لكن عندما نقارن أوضاعنا مثلا بما كانت عليه قبل 50 أو 60 سنة سنجد أننا تطورنا. لا يمكن أن ننكر هذا العامل الزمني. يجب أن تكون المدنية وسطنا لا بحكم الزمن بل بحكم المنتج الفكري، أي بحكم ثم إرادة فكرية وسياسية ودولة تشتغل على هذا وتنتج منظومة قيمية سليمة تبني. هل تعتقد أن الفكر الإسلامي بمظهره السلفي، دعني لا أتحدث هنا عن الإسلامي بالألف واللام وأنا أتحدث عن مجموعات بمظهره السلفي، قادر على أن يدخلنا في هذه الحداثة؟ هذا السؤال وهو سؤالك نفسه لكن بألفاظ أخرى. لماذا أنتجت الرأسمالية والليبرالية في الغرب نهضة ولم تنتج هنا نهضة؟ لماذا؟ المضمون في الظاهر هو نفسه، لأن هناك ثم تبني فصل الدين عن الحياة كان عروية. هناك اقتضى دينهم أن يفصل عن الحياة وكان مكسبا للدين ومكسب الحياة. فصل الدين عن الحياة هنا جريمة، أكبر جريمة في حق الإنسانية، هي ظلم للدين وظلم الحياة، لأن البديل عن الدين لتسوية شؤون الناس ومعاشاتهم كان مسقطا، كان مستوردا، كان جافا. القوانين مثلا متداولة، قوانين جافة مصففة لا يعلمها الإنسان، لا يعلم فلسفتها وماهيتها، وهي التي ستسير شؤونه وتنظم معاشه. لذلك لم تبني مجتمع بالفعل فعال وقادر. فالمجتمع الإسلامي لا يمكن أن يقوم إلا بإسلامه، ولكن الإسلام مش بالمفهوم يعني العبادي، وإنما بمفهوم أن نتخذ منه بديلا اجتماعي اقتصادي سياسي إلى غير ذلك ونضعه أمام الناس ويكون فيه الجدارة رعاية شؤون الناس. هذا التحدي الآن، تقديم الإسلام